قررت الجزائر أن تصدر أول ورقة نقدية جزائرية تحتوي كتابة باللغة الإنجليزية بدل اختيار الفرنسية. لكن هل حقيقة فعلا استبدلت الإنجليزية الفرنسية في هذه الورقة؟ أولا، لماذا أصدر بنك الجزائر هذه الورقة النقدية؟ سنجد الجواب في تغريدة على حساب البنك في تويتر، والتي تقول: يصدر بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية تخلد انعقاد الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر، وتحيي أيضا الذكرى 60 لاستقلال وطننا. طبعا كما هو معروف، وباعتبار الجزائر مستعمرة فرنسية سابقة، فهناك نحو 15 مليون جزائري يتكلمون اللغة الفرنسية إلى جانب العربية، وذلك حسب تقديرات المنظمة الفرنكفونية. وطبعا وهي اللغة الفرنسية منتشرة في الإدارة العامة وقطاعات كثيرة، فالغالبية الساحقة إن لم يتكلموها فهم يفهمونها على الأقل. وراحت التقارير تتحدث أن هذه الجملة الإنجليزية استبدلت جملة مماثلة باللغة الفرنسية، واشتعل الجدل حول هذه الجملة ذات الثلاث كلمات. ردود الفعل على الورقة النقدية الجديدة بالإنجليزية جاءت من فرنسا أولا، وتحمل أسفا على حال الفرنسية في الجزائر. فمثلا زعيم المعارضة اليسارية رئيس حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون غرد قائلا: هذه الورقة أو ورقة نقدية جزائرية، اللغة المشتركة لم تعد موجودة، يا له من أمر محزن. لقد فشل ماكرون وبورن في كل شيء ولكل شيء، وبورن طبعا هي رئيسة الوزراء الفرنسية. أما المذيع الفرنسي الشهير فيليب ديفيد فقد غرد أيضا بنبرة غاضبة وقال: بنك الجزائر يستبدل الكتابة الفرنسية باللغة الإنجليزية. متى سيتحرك أو يستبدل الكتابة الإنجليزية باللغة الفرنسية؟ متى سيتحرك مسؤولون؟ متى سيتوقفون عن الخضوع للنظام الجزائري؟ هناك أيضا مشاهدين من اهتموا بما حملته الورقة من أشكال ورسومات لها تفسيرات وأهمية كبيرة بحسب البعض. فعلى وجهها كما ترون تحمل هنا صورة ليست واضحة تماما للأمير عبد القادر ومقام الشهيد، وخريطة الوطن العربي هنا، وخريطة الجزائر. وكما نشاهد هنا حملت مضلعات وأشكال هندسية للعمران بألوانه المعروفة باسم الزليج، والتي كانت قد أحدثت ضجة كبيرة مؤخرا بين المغاربة والجزائريين بسبب ادعاء كل منهما أن الزليج ملكية له أو جزء من تراثه، بالإضافة طبعا إلى هذا الرسم وهو مأخوذ من صورة حقيقية للاحتفال بالاستقلال، وهي موجودة هنا. يبدو أنها ليست واضحة كثيرا، ولكن هنا مكانها على الورقة. أما على ظهرها فالورقة النقدية هي بطاقة تعريفية وترويجية حقيقة للجزائر، فنرى صورة لجامع الجزائر وجبال الأهجار والآثار الرومانية والأقواس الصخرية الطبيعية في الصحراء وغيرها. أما الفاء دينار كتبت بالخط الكوفي الذي لا يبرز همزة الوصل ولا الفراغ بين الكلمات، فهي إذن ليست خطأ لغويا كما عده البعض. عملة الجزائر كانت الفرنك الجزائري، وتحولت في عام 1964 إلى الدينار الجزائري، ومنذ ذلك الوقت تحمل الأوراق النقدية كتابات باللغة العربية ولم يكتب عليها بالفرنسية أبدا. أما القول بأن الكتابة الإنجليزية استبدلت الكتابة باللغة الفرنسية على الورقة الجديدة فهذا لم يحدث كما اعتقد كثيرون.